الغربة مش فقد مكان، الغربة رسالة. كل تجربة بتمر علينا مش صدفة، دي رسالة جديدة للروح بتفتح باب وعي جديد. أنا دينا عامر، ودي رسالة جديدة من رسائل الروح. مش كل غربة معناها سفر بعيد أو بلد تانية، في نوع أصعب بكتير وهو غربة النفس. غربة وانت وسط أهلك، غربة تخليك قاعد وسط الزحمة وتحس انك لوحدك، بتتكلم وبتضحك لكن من جواك في صمت تقيل. الغربة الداخلية دي بتوجع لأنها بتخليك مضطر تلبس وشوش مش شبهك، تمثل عشان تفضل موجود وترضي الكل وتنسى نفسك، بتتخلى عن قيمك عشان ما يتقالش عليك انك مختلف، وفي الآخر بتكتشف انك خسرت أهم حاجة، انك تكون انت وتكون شبه نفسك. علم النفس بيسمي ده باسم الاغتراب الداخلي، اللي بيحسسك انك مش متصالح مع نفسك، عايش في عالمين، عالم خارجي في كل حاجة تمام، وعالم تاني داخلي مليان أسئلة ووجع. لكن رغم القسوة دي، الغربة دي مش لعنة، الغربة دي دعوة عشان تدور فيها على نفسك اللي ضاعت، وتسمع صوتك اللي اتدفن تحت دوشة الناس. الغربة هنا بتكشف لك الحقيقة، وان انت مش محتاج تكون نسخة من حد، انت محتاج تكون نسخة من نفسك. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني هويتك مش في رضا الناس، هويتك الحقيقية في رضا ربنا وبس. الفلاسفة كانوا شايفين ان الغربة دي بداية وعي. في مقولة كده بتقول: اعمق شعور انساني هو انك تشعر انك غريب وسط العالم. لكن ديننا علمنا ان الغربة علامة اننا مش هنا اصلا، احنا ضيوف، موطننا الاول والاخير هو الاخر. خليني اقولك على حاجة، الغربة هنا مش عزلة، الغربة هنا اختبار. حتى لو كنت فيه لوحدك، يمكن دلوقتي تحس انك غريب، مش مفهوم، مش لاقي مكانك، لكن صدقني الغربة دي مش نهاية، الغربة دي بداية رحلة ترجعك لنفسك وتقربك أكتر من ربنا، وتعلمك إن قيمتك مش في عدد اللي حواليك، قيمتك بس في إنك تكون صادق مع نفسك ولاقيها. الغربة مش فقد مكان، الغربة رسالة بتقولك راجع نفسك الحقيقية قبل ما تدور على مكانك بين الناس.